يروح لمكان اصلا ما له ظابط، وبنوب بنوب ما هو شيء بليق فينا نحن كمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. أنا آسف ما فيني حط عيني بعينكم، صراحة أنا أخطأت، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ارفع رأسك أنت مسلم. أنا من خلال هذا الفيديو بطلب السماح من رب العالمين، وأنا تائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن ثم بطلب السماح منك أنت، أي نعم أنت يلي عم تشاهدني، لأني خذلتك يوم من الأيام ولبست توب مو توبي، وحطيتك بمطرح لا بليق فيك ولا بليق فيني أنا كسامر وحود ابن سوريا. عن شو عم تحكي وشو هو الشي اللي عم تقصده؟ كل الموضوع وما في أنا عم بقصد بسوسي المباشرة يلي صارت على التيك توك لمدة 4 أيام. قبل ما أفوت بالموضوع وأتكلم عنه، أنا بتمنى من كل الناس يلي طلعت معها أنها تحترم وجهة نظري، وأنها تحترمني أنا كإنسان آخذ قرار بخصوص هذا الموضوع. ولا ورب العزة أنا ما قصدي أني أقلل منهم، ولا قصدي أني أجيبهم بملمس حكي واحد. أنا شخص عم صلح من نفسي صلي 5 سنين وأنا عم بتعذب حرفيا. كل مرة أمور الدنيا بتاخدني لمطارح تخبطني خبط، ولكن رب العالمين هو الوحيد يلي بيطلعني منها. طبيعة الإنسان خطاء، ولكن الغلط إنه نحن نستمر على الغلط وما نعترف فيه إنه غلط، أو ما نتوب منه. فالله يبعدنا عن الحرام، وأسأل رب العالمين إنه يصلحني ويصلحكم يا رب. خلال بس 4 أيام فقط على التيك توك طلعت 10,000 دولار حرفيا، ولكن أنا شخص مالي مرتاح أبدا أبدا، لأنه كنت عم سوي شيء غلط. أنت بتعرف شو يعني إنسان يطلع 10,000 دولار ب4 أيام؟ مستحيل إلا ليكون في عنده قوة إيمان، ويكون هو رجال بكل معنى الكلمة، ويوقف هذا الشيء اللي هو بيغضب رب العالمين. أنا شفت مقطع للشيخ عثمان الخميس عم يتكلم فيه بخصوص هذا الموضوع. والله حسب ما شرح لي من قبلكم عن هذا البرنامج، وأنه يتسابق 2، ما أدري يتسابقان على ماذا، لكن هذا له متابعون ولا متابعون، هؤلاء يدفعون الأموال هذا يدفعون الأموال، من يدفع له أصحابه أكثر فهو المنتصر. هذا من الجهل والسفه وتضييع أموال المسلمين للأسف في مثل هذه الأشياء، بدل ما يتصدق بها على أحد أو ينفقها على أهله ولو كان قليلا من المال. ولذلك يقول أهل العلم: من أنفق درهما في غير محله فهو مبذر مسرف. فهؤلاء ينفقون هذه الدولارات في سبيل فقط مخاصمات ونزاعات من ينتصر على الثاني. هذا جهل وسفه لا ينبغي أن يتصرف فيه المسلم بهذه الطريقة، خاصة أن قد ذكر لي بعض الإخوة أنه برنامج التيك توك يأخذ 75% من هذه الأموال. هذا من باب يضحك عليهم ويأخذ أموالهم، الله المستعان. وبنفس الوقت لما شفت هذا الفيديو أنا كنت شخص مالي مرتاح نفسيا، وأنا تعبان، لأني رحت لمكان شدتني أمور الدنيا لإله. مو فقط هو الهدف من الحياة إنه نحن نجمع مصاري، الهدف من هاي الحياة إنه نصنع فيها وبالآخر نلقى رب العالمين. فلازم يكون في عندك ميزان مليان حسنات ومليان شيء أنت مقدمه بحياتك لحتى تواجه رب العالمين فيه. أكثر جملة بتخطر ببالي: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ ما لقيت قدامي خيار أبدا غير أني سوي هذا الفيديو وأثبته علي أنا كشخص، لحتى ما أرجع لنفس الموضوع. صار فيني مثل موضوع الإدمان، حبي للمصاري وحبي للدنيا خلاني أني أنسى الناس اللي هي تابعتني وحطيتهم بمكان منيح، وخلاني بنفس الوقت أقصر بعبادتي مع رب العالمين، وحطيت حالي بمكان ما بيليق فيني. أنا عم صلح من نفسي، فلازم ما أحط نفسي بهذا المكان، لازم أروح لمكان أفضل من هيك. أنا من خلال البسوس اللي عم سويها ولعب الجيمنج اللي عم سويه ضميري عم يعذبني. فما ببالك أني أروح لمكان أصلا ما له ظابط، وبنوب ما هو شيء بليق فينا نحن كمسلمين. ومن ترك شيئا لله عوضه بأفضل منه. فأسأل رب العالمين إنه يعوضني بالرزق الحلال، ويعوضني بالقرش يلي هو بطعميه لأهلي وما بيكون فيه حرمانية يا رب. فأنا بعتذر من الله عز وجل من خلال هذا الفيديو، وبعتذر منك أنت. إيه نعم أنت، لأنه أنت عندي أغلى من المال وأغلى من أي شيء تاني. كل الأمور يلي كانت تصير معي والأخطاء يلي كانت تصير معي، أنت الشخص يلي كنت توقف جنبي فيها، وأنت الشخص يلي كنت بكل مصايبني تبعت لي رسائل وتطمن علي. أنتوا المتابعين ما بتعرفوا قديش لكم جزء كبير بحياتي. أنا آسف أني حطيتكم بهذا المكان، وأسأل الله عز وجل أنه يغفر لي عنه، وحقكم على راسي. وأنا بعتذر من أمكم وأبوكم لكل إنسان عم يتابعني أني أنا رحت لهذا المكان وسويت هذا الشيء اللي لازم سويه. حقكم على راسي وأنا بعتذر منكم، وأسأل رب العالمين
نهاية هذا الفيديو إنه يبعدنا عن الحرام ويرزقنا القرش الحلال يا رب.